بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهلا بيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. في الفيديو ده ان شاء الله انا هعمل الكب كيك بالشوكولاته. يلا بينا اقول لكم على المقادير وتشوفوا الطريقه معايا انا كوبايتين من الدقيق بالمج بتاع الشاي. تنخلي الدقيق كويس قوي قبل ما تعملي بيه اي حاجه. معايا هنا معلقه كبيره من النشا، كوبايه ونص من السكر، كوبايه زيت، كوبايه كاكاو، كوباية مية، نص كوباية من اللبن البودر، معايا 3 بيض، وهضيف معلقة كبيرة من الخل، ومعايا هنا ظرف من الكيك شيف وظرفين من الفانيليا. يلا بينا نبدأ على بركة الله ونعمل الكب كيك سوا مع بعض. انا طبعا هضرب المواد السائلة كلها في الخلاط زي ما انتوا شايفين. اول حاجة هعملها هنزل بالبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما بنضيف البيض بالشكل ده كده لازم نحط الفانيليا مع البيض على طول، يبقى الفانيليا. بس كده. هضيف كوباية المية. انا ضفت لبن بودرة بدل اللبن الحليب. لو عندك لبن حليب هتضيفي كوباية من اللبن الحليب وتلغي اللبن البودرة. كده انا ضفت كوباية المية، كوباية الزيت، وبضيف الكاكاو، هضيف معلقة من الخل الاول، نضيف معلقة كبيرة من الخل طبعا بتضيع ريحة الزفارة بتاعة البيض. هنزل بالكاكاو، واللبن البودرة، هضربهم الأول كده دقيقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص أنا ضربتهم دقيقة كده مع بعض، علشان طبعا المواد دي هتتقل مع الخلاط، فطبعا لازم نشتغل كده شوية بشوية عشان الخلاط ما يبقاش تقيل عليه الخليط. بضيف السكر شوية بشوية، هضيفه على مرتين أو 3 لأن السكر بيتقل الخلاط. كده خلاص أنا ضفت السكر كله، وضفت اللبن البودرة، وضربتهم حبة حلوين كده في الخلاط، وهنكمل سوا مع بعض. بقلب الكيك شيف والنشا على الدقيق. طبعا زي ما انتوا عارفين المواد الجافة كلها على بعض. بضيف الكيك شيف والنشا وبقلبهم مع الدقيق تقليبة حلوة كده. بس كده تمام. وده شكل الخليط اهو بعد ما ضربت حوالي 3 دقايق كده في الخلاط، بيبقى كريمي بالشكل ده. عايزة اقول لكم ريحته تحفة ما شاء الله. اهم شيء نوع الكاكاو يبقى كويس، يعني تجيبي من حد موثوق منه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بضيف الدقيق شوية بشوية، مش هضيفه كله مرة واحدة، واقلب. اضيف كمان شوية. هكملهم كلهم بقى بالشكل ده كده وارجع لكم تاني. كده خلاص انا خلصت الدقيق كله اهو زي ما انتوا شايفين القوام بتاع الكيكة عامل ازاي، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. هي لازم تبقى طرية شوية كده علشان تديكي كيكة
رطبة وهشة. شايفين كمان لما قعدت تقلت شوية اهي. اهي بتبقى القوام بتاعها بالشكل ده كده. هبدأ بقى اصبها في القوالب. معايا هنا القوالب اهي بتاعت علب التونة. طبعا غلفتها بالورق بتاع الكب كيك زي ما انتوا شايفين كده، وهصب في القوالب بقى املاهم كلهم. طبعا لو انت عايزاها عالية هتملي القالب على الاخر، عشان كده بتعلى لفوق. لو انت عايزاها عادية كده بمسوية القالب يبقى نصه بس. بس كده خلاص، هكملهم بقى كلهم كده بنفس الطريقة، ولحد ما اخلصهم كلهم هتشوفوهم معايا. بعد ما مليتهم كلهم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهو، هدخلهم الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص لمدة 15 دقيقة. وبعد ما تستوي ان شاء الله واطلعها واسيبها تبرد هنشوفها سوا مع بعض. وفاض معايا حبة قليلين حطيتهم في القالب. وده الكب كيك اهو بعد ما سبته لما برد زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله شكله حلو وريحته حلوة، وان شاء الله طعمه هيبقى احلى. ودول الحبة اللي فضلوا حطيتهم في القالب واستووا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. نشوف واحدة معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. التسوية بتاعتها ما شاء الله ممتازة. شايفين شكله عامل ازاي؟ هطلعهم كلهم بقى وتشوفوهم معايا في طبق التقديم. بعد ما طلعتهم كلهم زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله، هنشوفها سوا كده مع بعض. التسوية بتاعته ما شاء الله تمام، اخد ربع ساعة بالظبط في الفرن. هنشوفها سوا كده مع بعض عاملة ايه من جوه. عايزة اقول لكم هشة وجميلة وتحفة ما شاء الله، وريحتها حلوة قوي. شايفين من جوه اهي. بعد ما تطلعيه من الفرن تغطيه بفوطة قطن وتسيبيه لمدة ربع ساعة او نص ساعة، هيبقى طري وجميل وهش كده وحلو قوي. ودي اللي كانت في القالب اهي زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ما شاء الله جت حلوه قوي. شايفين من جوه عامله ازاي؟ اعملي الكب كيك بالطريقه ديت هيعجبك قوي. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.